العلاقات الإسبانية الجزائرية وصلت حداً أدنى من التوتر في الآونة الأخيرة، في الوقت اللي كانت الجارة الجزائر ومعها نظام العسكر بقصر المرادية تراهن على أن إسبانيا غادي تراجع على موقفها اللي كانت عطات من قضية الصحراء المغربية والمتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. إسبانيا لم تفعل لتؤكد هذا الفعل نتاع عدم تراجعها باللي أن الموقف هو موقف الدولة الإسبانية وليس موقف حكومة عابرة. الجارة الجزائر قدمت جرعها هذا الموقف الإسباني تمردت، خرجت مجموعة من البيانات ومن البلاغات اللي كتعتبر فيها بأن هذا الموقف غير سليم وغير صحيح، وأن إسبانيا مطالبة ولو على الأقل أنها تلزم الموقف نتاع الحياد. بعد ذلك أرادت الجزائر باش تعاقب إسبانيا وحاولت تعاقبها على مستوى الغاز، حيث أنها كانت كتعطي لها الغاز في واحد الفترة معينة باش كتشري موقف الحياد ديالها من قضية الصحراء المغربية بواحد الأثمنة ربما رمزية، وربما في الكواليس كانت كتدي إسبانيا الغاز الجزائري باطل. ولكن مباشرة بعد الخروج نتاع إسبانيا بهذا الموقف الصريح من قضية الصحراء المغربية ودعمها للطرح المغربي، الجزائر بغات ترد كما نقولوا الصرف لإسبانيا وحاولت تراجع هاد الأسعار نتاع الغاز الطبيعي اللي كانت كتصيفطو لإسبانيا. بعد ذلك وقع شنآن، وقعت مواقف من هنا ومن هناك، لكن إسبانيا بقيت ثابتة. ما سيكرس هذه الأزمة أو ما سيفاقم هذا الوضع هو هذه الخرجة الأخيرة اللي مشات فيها إسبانيا، حيث قبل يومين أبلغت الوزارة نتاع الصناعة والسياحة اللي كتقودها هذه الوزارة ريس ماروتو، اللي هي مرشحة باش تكون عمدة نتاع مدينة مدريد الحزب الاشتراكي الإسباني. هذه الوزيرة أبلغت جميع الشركات الإسبانية المتواجدة بالجزائر بمغادرة الجزائر. هذا الخبر أوردته صحيفة الاندبندنتي إسبانيا، قالت بلي أن هذا الإجراء اللي خداته إسبانيا جعل الخلفية نتاع مجموعة نتاع الخسائر اللي تكبدتها الشركات الإسبانية اللي كتستثمر على التراب الجزائري واللي تجاوزت 600 مليون يورو. هذا الوضع بقى كيرقم واحد الأرقام باللون الأحمر كما يقال، يعني كدلالة على أنه الهبوط أو الانهيار، وبقى مستمر الوضع في ظل عدم واحد الحل، وجود شي حل اللي ناجح. الحكومة أو الوزارة الإسبانية ستعترف بعد ذلك بأن الوضع مع الجزائر معقد دائما حسب ذات هذه الصحيفة. وقالت إسبانيا بممثلها وبدبلوماسيها ما مرة خصوصا في الآونة الأخيرة بأن المصالح التجارية مع الدولة المغربية تتفوق على المصالح التجارية مع الجزائر، والحكومة ليست الآن، أي الحكومة الإسبانية، على استعداد لتحمل أنها المصالح نتاع المغرب أو العلاقات التجارية مع المغرب تعرض للخطر. مؤخرا المغرب وإسبانيا على إثر زيارة نتاع رئيس الحكومة كانوا وقعوا 19 الاتفاقية شملت مجموعة من القطاعات، وخصت الحكومة الإسبانية غلافا ماليا بقيمة 800 مليون يورو باش تسهل الاستثمارات الإسبانية في المغرب. حيث الآن وفي هذه المرحلة إسبانيا تراهن على المغرب أكثر من الجزائر
الجزائر فيما يخص مسألة الاستثمار والعلاقات التجارية، ومجموعة نتاع المشاريع ومجموعة نتاع الاستثمارات الضخمة يرتقب باش تطلق في الآونة الأخيرة في المغرب. كانت الصادرات من إسبانيا للمغرب فاقت 9500 يورو، مقارنة مع الجزائر اللي ما كانتش كتعدى 2700 يورو في 2021. دائما في هذا السياق الجزائر كانت علقت واحد المعاهدة نتاع الصداقة وحسن الجوار والتعاون، كانت موقعة مع إسبانيا منذ أكثر من 20 عام. هذا الوضع نتاع أن الجزائر غادي تتكلم على مراجعة الأسعار نتاع الغاز اللي كانت كتبيع به إسبانيا، فسخ مجموعة من الاتفاقيات، هذه ردة فعل بعد ما تأكدت الجزائر. حنا ملي كنتكلموا على الجزائر كنتكلموا على جنرالات قصر المرادية بلي أن الدولة الإسبانية لن تتراجع عن الموقف الصريح اللي عطاته من قضية الصحراء المغربية واللي كيدعم الطرح المغربي. خص الجزائر الآن تستوعب هذه المسألة بلي ودي راه الموقف الإسباني ليس موقف شي مؤسسة معينة ولا حكومة عابرة للزمن، بل هو موقف رسمي للدولة الإسبانية. إسبانيا وعت الوضع، والاعتبار أنها مطلعة على الملف أكثر من غيرها أقرت بهذا الموقف، وكتحاول الآن إسبانيا بعد حتى هي ما فاتت واحد العلاقات متشنجة مع المغرب باش ما تخسرش الدولة المغربية، لأن مصالح المغرب مع اسبانيا او مصالح اسبانيا مع المغرب اكثر من مصالح اسبانيا مع الجزائر. واسبانيا وعات بلي ان المغرب ما بقاش ذاك المغرب الكلاسيكي القديم، ولا ذاك المغرب الجديد اللي كيمشي بمنطق رابح رابح في كل العلاقات. وهذه المساله نتاع ان اسبانيا الان تطالب من شركاتها تغادر التراب الجزائري هي ضربه قاضيه، اولا من ناحيه انه لا ثقه في هذه الدوله، ان دولة أو نظام اللي ربما ممكن ينهار في أي لحظة لاعتبار أنه منخور وصراع الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية، وما كاينش جو ملائم للاستثمار في الجزائر. لهذا إسبانيا سارعت باش أنها تطلب من الشركات نتاعها تغادر، ولربما غادي تنقل هذه الشركات وهذا الحجم نتاع الاستثمارات الكبير إلى المغرب. وشكرا جزيلا، وأعتذر على هذا الإطناب.